السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ احوالكم على خير وبخير. جيت اليوم نشارك معكم واحد الوصفه نتاع لي نوغيت. كنتمنى ينالوا الرضا ديالكم. اللي مقادير بسيطه، ما فيهمش قوه تماره، وحسن من اللي تيتباعوا في السوق. تتعرفي راسك شنو كتاكلي. وندوزو للمقادير وطريقه التحضير. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. وندوزو للمقادير على بركه الله. ندوزو دابا للمقادير. عندي انا هنايا راه عندي 800 غرام تاع الدجاج. هاد الصدورين انا كنت جامعاهم. عندي دابا هنا 800 غرام. غادي ندير لهم جوج. عندي الربيع مجمد دايره له شويه د الربيع. عندي 5 ديال الحبات نتاع الفرماج. اللي عنده الفرماج الاحمر يديرو، اللي عنده الموتزاريلا يديرها. انا ما عنديش، دايره هي الفرماج العادي. عندي واحد الحبه كبيره ديال البطاطا سلقتها. وهنا عندنا معلقه صغيره ديال الثومه بودر. وعندي العطريه ديال الكفته، شويه ديال الملح، عندي شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار. انا ما عنديش البودر ديال البصله، غادي ندير حبه د البصله صغيره غادي نطحنها معاهم. وعندي معلقه ديال مايزينا، معلقه كبيره. انا ندير حتى 2 معالق، اللي يدير هي نص كيلو يدير معلقه ديال مايزينا. دابا ندوز نطحن هاد الدجاج ديالنا. غادي نديرو في الهشوار يتطحن، نطحنو واحد شويه، عاد نضيف له البطاطا والربيع والمكونات الاخرين. هو من بعد ما طحنت واحد شويه، دابا نضيف له البصله اللي ما ذكرتش معكم في الاول. انا ما عنديش البودر د البصله، وما اللي عنده يدير البودر. نضيف البصله هكا، نضيف هذيك البطاطا، نضيف هذيك العطريه كامله، نضيف الربيع، ونضيف هذوك مايزينا. انا عندي الكميه كثيره، ندير 2 معلقات. اللي داير هي نص كيلو يدير هي معلقه واحده. ونضيف هاد الفرماجات ونطحن كلشي. ها هي دابا نطحن المقادير كاملين مزيان. نشوفوا الشكل اللي يعطينا. هو من بعد ما تطحن، انا قبضت هنايا بلاستيكه ودهنتها بالزيت حسن ما نبقى نطلق كل وحده بوحديتها. اللي بغى يدير كل وحده بوحديتها دير الاختيار. انا تنجمع كلشي هكا وترد عليها البلاستيكه وتنقرصها وتندير الشكل اللي بغيت، يا مربع يا طويل يا لهذا الشكل هذا. هو من بعد ما سرحته تنسرحوه بهذا الشكل هذا تيجيني ساهل صافي. تنبقى ندير الشكيلات اللي بغيت. ما عندكم شي مطيبعات وبغيتو ديروهم على شكيلات للدراري ممكن، واللي بغى يديرهم في يدو راه الاختيار ليه. هكا نشكلهم ونهزهم ونستفهم في واحد اللاطه وندخلهم للثلاجه يشدوا راسهم. عاد ندير لهم البيض ولا شابلور. ها هما شكلتهم على هذا الشكل هذا. هاد الطريقه اللي درت ما تشدناش الوقت بزاف وتجينا سهله في التشكيل ديالهم، وكل يشكل بطريقته اللي بغى. دابا غادي نغطيهم ونديرهم في الثلاجه يشدوا راسهم واحد شويه حتى نبغي نقليهم. عاد ندوزو للمرحله اللي باقيه. ها هو من بعد ما شد راسو خليته في الثلاجه. انا ما درتوش في الفريغو، درتو هي لتحت. المهم يشد راسو شويه. عندي هنا درت 2 بيضات، درت لهم شويه د الملحه، شويه د الابزار، شويه الشاونيه ونقطه د الخل باش تحيد ديك الزفوريه د البيض، وطربتهم مزيان. وهنا عندي دقيق د الفورس. وهنا عندي لا شابلور. هذه راني دايرها غير بوحديتي هي في الدار. الخبز عندي يابس درته في الهاشوار طحنته ودرتو على هذا الشكل هذا. اللي ما عندوش هذه يدير السميده، يدير الفينو. اللي بغى الكونفليكس يطحنو ويدير فيه كلشي راه تيقرمل. دابا غادي نبقى نهز وحيده هكايا وندوزها في الفورس على هذا الشكل هذا.
انا غادي ندير الكميه خير ربي في الفرص، عاد نبقى ندوزهم في البيض باش ما نوسخش يديا من دابا بيهم. هاهي من بعد ما دوزتهم في الفرص دابا ندوزهم في البيض. نحيدو دوك الزوائد ديال البيض، نحاولوا نسقطروه مزيان ونديرو في لا شابلور على هذا الشكل هذا. صافي ونبقى نحطهم في شي طبيصي حتى نسالي الكميه كامله، عاد ندوز نقليهم. هو من بعد ما دوزتو في لا شابلور تيبقى على هذا الشكل هذا. انا نهز الكميه اللي غادي نقليها، صافي ندير الزيت حتى تسخن مزيان، صافي ونبقى نديرهم في الزيت ونقليهم. من بعد ما يوجدوا غتشوفوا الشكل النهائي. القلي راه كلشي تبارك الله تيعرف يقليه. انا خرجت لي كميه كثيره، ها هي درتها في لاطا ونخليها تجمد ونجمعهم في بلاستيكه. هو من بعد ما وجدوا لنا هما تيجيو على هذا الشكل هذا، راه تيجيو زويونين كيشهيو. كنتمنى تجربوهم. انا رافقتهم بهذا الدنجال مقلي على هذه الطريقه، حتى نشارككم معكم في وصفه اخرى ان شاء الله. تيجي حتى هو زوين. ودرت شويه نتاع تكتوكه وزعلوك وشويه ديال الباربه مع بطاطا، هادو مقبلات وكلها يرافقها باش ما بغا اللي ما بغاهمش يرافقهم بوحديتهم. هانتوما نشارك معكم وحده كي تجي من الداخل، هانتوما الشكل ديالها من الداخل كي تجي. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وتجربوا الوصفه ودعمونا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين، وبالصحه والراحه. الى فيديو اخر ان شاء الله.